انا عايزك تسمع المكالمة دي للآخر، وعلى فكرة ده واحد معروف جدا وانتوا عارفينه كويس. بس هو الاستوديو جنبها، المقر بتاعنا عندها. جنب الشركة بالظبط. اه. اسمه الاستوديو ايه؟ حسام شيكو. الاستوديو اسمه حسام شيكو، تمام. هو بكرة بيكلمك هتلاقينا عندك. عننا خالص؟ لا، انا قايل له حسام شيكو امبارح. هو حضرتك مش عارف اسم الاستوديو اصلا؟ معرفش اسم الاستوديو اصلا. حسام شيكو. تمام. بكرة هتلاقينا عندك في الاستوديو تمام يا حبيبي، وهدفع بس لك اللي انت عايزه. تمام، بس عشان تبقى فاهم قبل ما تيجي كده، العرض ابو 600 جنيه ده اصلا انساه كده، هو خلاص كده ملغي. تمام. ساعتها العرض ساعتها بكرة هيبقى كام يعني؟ لا، المهرجان بقى بعد ما نسجل يعني هنشوف، بس اما نقعد مع بعض يعني يا يوسف. خلاص خلاص، بكرة نعمل مقابلة ونتكلم زي ما احنا عايزين. ماشي. في حاجه زي كده. ماشي. بص بقى صاحبي، لحد هنا ولازم انا اوقفك. ايا كانت انت مين، كون ان انت تاخد اسمي وتقول للناس ان العرض خلص عشان تقول لهم اسعار تانية وتضحك على الناس، فكان لازم أنا اطلع اوضح لكل اخواتي اللي متابعاني ان اي شغل يخصني من خلال الرقم ده بس، واي حد هتكلمه من اي رقم غير الرقم ده ما يخصنيش بشيء. انا المرة دي طلعت اوضح للناس، والحمد لله ان الراجل اللي في المكالمة اللي كان جاي يسجل عرف يوصل لي قبل ما يوصل لك. ومش بس كده، انا عرفت انت مين، بس المرة دي انا مش هطلع اقول للناس وهمشيها بالحب، بس المرة الجاية مش هقول لك بقى، هسيبها لك مفاجأة يا صاحبي. وعشان عرض تسجيل المهرجان بالكلمات والتوزيع ب 600 جنيه حرق ناس كتير، فبعون الله احنا مستمرين. فلو حبيت تحجز وتسجل في العرض ابعت بس رسالة هنا على الواتساب وحد من الإدارة هيتواصل معاك. مستني كل اخواتي من اي حتة في مصر. اخوكم حسام شيكو.